السلام عليكم يا شباب. لو نلاحظ هنلاقي ان معظم المشاهير في العالم كله بيعرفوا يتكلموا انجليزي. الاهم من كده بقى ان لغتهم الام اصلا ما بتكونش انجليزي، بتكون لهجه تانية او لغه تانية. وده راجع دايما انك لو عايز تنجح او تبدع او حتى تسافر في اي مكان في العالم هتلاقي الانجليزي واقف عقبه قدامك. النهارده بامر الله تعالى هخليك تشوف المشاهير اللي احنا بنقعد نتفرج عليهم وهم بيتكلموا انجليزي وبننبهر بيهم، هخليك ان شاء الله تشوفهم بنظره مختلفه، نظره مش وحشه وفي نفس الوقت حاجه هتحفزنا. تعالوا نركز النهارده ونحلل ونشوف عقبه الانجليزي دي لما قابلوها معاهم في حياتهم ازاي يتغلبوا عليها. معكم اسلام اي اس في حلقه جديده من الشوارع. ليتس جيت ستارت. الشخصيه الاولى معانا هو ارنولد، لاعب كمال اجسام مشهور جدا، حقق 7 القاب مستر اولمبيا، والاهم من كده ان بلده الام النمسا، يعني هو بيتكلم الماني. فلو انت بقى حلمك انك تتعلم انجليزي عشان تسافر وتقدر تتواصل بيه مع الثقافات التانية، ارنولد كان مختلف خالص. كان عايز يتعلم انجليزي عشان يكون ممثل وياخد دور بطوله في السينما الامريكيه، وفي النهايه من قوه نجاحه وشهرته وصل حكم ولايه في امريكا وبقى من اشهر 100 شخصيه مؤثره في العالم. بس ثواني، لازم هنا تيجي تسمع ارنولد وهو بيتكلم انجليزي بعد مرور 50 سنه وهو بيتكلم امريكي. You never know when you do the scene that is going to be a famous line or that it will be repeated over and over. A gentleman came up to me and said, "Governor, you are as good a politician as you were an actor." What a cheap shot. Cannot believe it. To think that a once scrawny boy from Austria could grow up to become governor of the state of California and then stand here. طبعا هنا بكل وضوح تقدر تلاحظ ان اللهجه الالمانيه لسه مأثره على نطقه وكلامه. الغريب في الموضوع اصلا ان هو بعد ما بدا يمثل كان لسه عنده مشاكل في اللهجه الامريكيه، خصوصا في الجمله دي. ما كانش بيعرف يقول جمله I'll be back، يعني سوف اعود. دي الجمله اللي هو اتشهر بيها في الفيلم بتاعه، وده اللي حكى عنه في اللقاء ده لما كبر. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Somehow I had a problem when I tried to say I'll be back. Right. The I'll sounded weird to me. So I said to the director, I said, I think that I would say I will be back. Right. And he says, no, I think that I wrote I'll be back. I said, but I mean, listen to it. I said, it's kind of like, the Terminator doesn't talk like that. The Terminator would say, I will be back. Right. And he says, look, let's make it simple. I said, I don't tell you how to act, but don't you tell me how to write. I wrote I'll, and that's what you say. You say, I'll be back. المشكله الاكبر اصلا المخرجين الامريكيين هنا اعترضوا عليه وقالوا له تمثل ايه ده، احنا حتى مش عارفين ننطق اسمك بالانجليزي ارنولد شورزنيجر ده. They said, no, you see, it's impossible. And plus your name, who can pronounce Schwarzenschnitzel or something like that? No one can pronounce that, so forget about it, Arnold. This is the kind of thing that I heard. And then they told me this, and your accent, I mean, it will go give people a goosebumps. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم. من هون. الله أكبر. لما بنشوف المشاهد دي او المقاطع دي ايه اللي بيحصل لنا؟ جسمك هيقشعر، جوز بامس، هي القشعريره اللي بتجيلك نتيجه ايه؟ الخوف او البرد او الخشوع او التاثر. جوز بامس، وهنا يقصدوا ان لهجتك هتخلي الناس جسمها يقشعر من مدى احساسهم بالقرف والاشمئزاز. I got goosebumps. I got goosebumps. I got goosebumps. I got goosebumps. Goosebumps. Look at my arm. Ooh, goosebumps. Goosebumps. I said, your accent, I mean, it will go give people a goosebumps. With the German accent, they will get scared. I didn't give a shit. I didn't. رد ارنولد هنا عليهم وقال لهم I didn't give a ما ينفعش نقولها، معناها ان هو ما اداهمش اهميه. الامريكان بيستخدموا الجمله دي كتير جدا في الحياه اليوميه، بس احنا ما ينفعش نقولها لانها اسلوب مش محترم. طب المفروض نقول هنا يا اسلام؟ كان المفروض يقول بمنتهى الرقي I didn't care about that، والموضوع هيمشي، او على الاقل كان يشدد على المعنى I didn't really care. I didn't really care. But I didn't really care. But I didn't really care. But I didn't really care. تطلع هنا من قصه ارنولد اللي ثروته ما شاء الله تقدر بنص مليار دولار ما شاء الله. ده يثبت لك ان الانجليزي لغه تواصل، بالرغم ان هو قضى 50 سنه من عمره وسط الامريكان الا انه ما قدرش يتخلص نهائيا من اللهجه الالمانيه. لا ده كمان مثل 40 فيلم باللهجه دي وفرض نفسه برضه على الناس. ودي حاجه تخليك ما تيأس ابدا في الانجليزي، بل بالعكس ده انت عندك افضليه عليه. اللسان العربي بتاعنا ما شاء الله لسان فصيح، ما فيش اي لغه في العالم بكل الاثباتات.
تقدر تضاهي اللغه العربيه، يعني تقدر تواجه كل اللي واجهه ارنولد وكمان تتغلب على مشكله اللهجه رغم انها مش ضروريه 100%. وزي ما ارنولد كان بيعاني في اللهجه، عندك هنا كريستيانو رونالدو كان بيعاني في مشكله القواعد. قعدت احلل فيديوهاته من سنه 2004 لحد يومنا هذا واكتشفت كميه غلطات في القواعد وهو بيتكلم ملهاش اول من اخر. كريستيانو لاعب الكره الغني عن التعريف، اتولد في البرتغال واتنقل واحترف مع فريقه مانشستر في بريطانيا، يعني هو المفروض بيتكلم بريطاني. تعالوا نشوف اول ما بدا في اول لقاء ليه هو بيتكلم انجليزي بدا يتكلم ازاي. Yeah, it's a good game. Yeah, it's a good game. Yeah, it's a good game. It's good performance. It's good performance. It's good performance. Team win. It's important. It's important. Are you feeling more and more confident with each game? No understand. Are you confident? No understand. Sorry. Gary, he's looking confident anyway, Gary. Yeah, he is confident. He's طبعا من البدايه هنا كلام بسيط وكله اخطاء، والمذيع هنا لما ساله عن كلمه confidence يعني ثقه ما عرفش معناها ووقف. الغريب هنا ان هو بعد 3 سنين عمل لقاء تاني سنه 2007. المشكله بقى ان هو وقع في نفس الاخطاء اللي وقع فيها في اول مره بالرغم من 3 سنين فرق، بس الطلاقه في الكلام هنا بصراحه بدات تزيد. A little bit tired. It's very tough game. It's very tough game. It's very tough game. It's very tough game. And think me in the first minute, I feel good. I keep the ball. I feel good. I keep the ball. I feel good. I keep the ball. I feel good. I feel good. I feel good. I keep the ball. لو تلاحظ هنا كمان ان هو عنده مشكله مع الازمنه، ان first minute في الدقيقه الاولى من المباراه او في الوهله الاولى من المباراه شعرت بشعور جيد، ان first minute I felt good، كان شعوري جيد. بنتكلم دلوقتي عن الماضي I felt. وتمر السنين ونيجي سنة 2011 بعد 7 سنين، المتوقع هنا الانجليزي بتاعه اتطور جدا والغلطات قلت، بس للاسف لعنة القواعد استمرت معاه. And I remember when I go to Lisbon, and I remember when I go to Lisbon with 12 years old, that you imagine is not easy. With 12 years old, that you imagine is not easy. Because that if you live with your family in home, I think Carlos Tevez changed a game a little bit. Carlos Tevez changed a game a little bit because he start to press the defenders, and the team he push more and push more and. تلاحظ هنا كمان ان هو كان عنده مشكله في زمن مش هنقول اسمه، هو زمن الاس، يعني زمن العادات والحقائق. لما بنتكلم عن عاده او حقيقه بنحط اس مع الافعال، لما بنستخدم هي وشي وات حط الفعل مع اس. She drinks too much water، بتشرب ميه كتير، واضح ان دي عاده عندها. وقلنا العادات والحقائق من زمن الاس، يلا حط الفعل مع اس، خلاص ما بقتش drink بقت drinks، عشان الهي والشي والات لما بنشوفهم في العادات والحقائق بنحط مع الفعل اس. خلص الموضوع على كده، القاعده بمنتهى البساطه. And lives in London? Yes. And lives in London? Yes. And lives in London? Yes. He lives in you. He lives in you. He lives in you. هو بيعيش في لندن، ادي اللي هي اهي، وحط مع الفعل اس. خلص الموضوع. تعال نشوف كم غلطه غلطها كريستيانو في الكام جمله دول بس. You know, my mom love Madrid. 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 To say Marcel is the always joke, always put music, always dance, always do that. He push all players. To say Marcel is the always joke, always put music, always dance, always do that. He push all players. قعدت احلل كل لقاءات كريستيانو من اول ما ابتدى يتعلم انجليزي من 15 سنه لحد يومنا هذا، واللي اكتشفته ان طول ال 15 سنه دول بيرتكب نفس الاخطاء ما بيغيرهاش، هي نفس الغلط، بس الطلاقه بتاعته قويه جدا، بيقدر يعبر عن اي فكره في دماغه من غير ما ياخد وقت في التفكير، والاهم من كده الاستماع بتاعه كمان قوي جدا. But you know the football you never know where you're gonna play. The life it's like that, especially the football. How do you want people to remember you? One of the best players in history. One of or the best? Depend of the taste of the people. Like depend of the taste of the people. Like depend of the taste of the people. Like.
لما تلاقي هنا اللي ده الانجليزي بتاع المشاهير اللي حققوا كل حاجه عايزينها في حياتهم، مجد وشهره وفلوس، كل حاجه من القاب حتى. ده انت حتى لو فكرت تبحث عن اسم اي حد فيهم بس هتلاقي كميه فيديوهات ملهاش اول من اخر من كتر ما عيون الناس وعيون العالم كلهم مركزين معاهم. يعني خطا واحد بس ترتكبه في اي لقاء ليك وتلاقي اسمك تاني يوم او صورتك موجوده على غلاف فيديو. بس هم عملوا ايه؟ I didn't give a shit. I didn't. سواء كان عندك مشكله في اي لغه بتتعلمها عادي طور من نفسك ولا يهمك من التنمر والتريقه، كفايه بس اللي انت شايف المشاهير دول بيغلطوا قد ايه. بص عقليه كريستيانو وصلت لايه لما كان في طفل ياباني بيحاول يتواصل مع كريستيانو وقاعد على كرسي كده زي ما انا قاعد وماسك ورقه بالبرتغالي بيحاول يقول له ان انا نفسي اكون لاعب كوره زيك وي وي وي. الناس كلها ضحكت بس بص كان رد فعله عامل ازاي. Ryota. Jota, your name? Ryota. Jota. O meu sonho é ser jogador de futebol. Okay. Ser de dia jogador junto com você. Okay. Para mim alcançar esse objetivo, o que devo fazer? Why they smile? Why? You speak good Portuguese. They should be happy because you try very hard. It's good. الصراحه يحترم، اعمل اي حاجه في حياتك انت عايزها طالما اللي انت بتعمله ده ما بيغضبش ربك. ما تنسوش تشتركوا في اللايك وتنشروا الحلقه لاي حد مهتم بتعليم الانجليزي. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد في حلقه جديده. بحبكم في الله. السلام عليكم. بيس.